نقول مرتضى منصور. مرتضى منصور طلع طبعا امبارح على قناتهم، تمام، قناه او قناته، انا اسف، هي اسمها قناه نادي الزمالك سابقا، وطبعا طلع واتكلم والى اخره. من ضمن التصريحات اللي قالها قال لك ايه؟ الزمالك خسر بمؤامره في الامارات، ويعقوب السعدي ما جابش ولا زملكاوي. حلو. واشمعنى نلعب على نفس الاستاد اللي خسرنا عليه قبل كده؟ لا تعليق. مش هعلق. ما جابش زملكاوي، يعني مش عارف، بس يعقوب، هو اصل يعقوب السعدي مش عايز برنامجه يقع. ده حقيقي، صح؟ وبعدين يجيب ليه؟ ما انتوا كنتوا طالعين، ده يا راجل، ده انت خدت، ده انت لميت كل اعلام الزمالك وخدتهم، وخدت بما فيهم مصطفى يونس. انت عايز ايه تاني يعني؟ فاللي هو يعني هو حتى لو ظهر مع يعقوب السعدي حد زملكاوي، فمش هيظهر من عينتك. بس هو سؤال لا مؤاخذه، هو خالد بيومي ده ايه؟ خالد بيومي ده ايه؟ اشرف قاسم ده ايه؟ هو مش دول زملكاويه؟ ولا انا بيتهيألي؟ يقول لك ما جابش ولا زملكاوي. طب انت بتكذب التلفزيون وبتقدم كل عيون يعني مش فاكر فتحي سند ومحمد سيف دول كانوا ايه؟ صح يا خماري، صح يا سامح؟ فتحي سند ومحمد سيف كانوا ايه؟ فانت النوع اللي انت عايزه من الاعلام اللي يظهر مع يعقوب السعدي ده مش هتلاقيه. فئه هزازين الرؤوس انت كنت واخدهم معاك، كانوا راحوا الامارات، تمام، فمع قناتك بما فيهم مصطفى يونس اللي كان بيقول لك يعني بيتمنى فوز الزمالك. فماشي، النوع اللي انت عايزه مش هتلاقيه. الناس اللي عند يعقوب السعدي محترمه، الناس اللي عند يعقوب السعدي محترمه، زملكاويه، ولا يعيبهم ابدا ان هم زملكاويه. هم بس يعني اللي يميزهم ان هم مش بيسبحوا بحمدك زي بقيه الناس الثانيه. ودي حطينا فيها. وازاي نلعب في ملعب خسرنا عليه قبل كده؟ احنا لو قعدنا نحسبها بالكلام ده كله، انت مش هتلاقي حته تلعب فيها. انت خسرت في كل حته في العالم. ده انت ما فيش ملعب ما خسرتش فيه. ده انت يعني الملاعب اللي لسه هتتعمل تحت الانشاء، انت اكيد كنت بتلعب، يعني لعيبه كانوا بيلعبوا عليها وخسروا عليها قبل كده، كانها حته مساحيه مثلا يعني، وبرضه خسرتوا عليها قبل كده. فبالتالي ما تتكلمش، انت مش هتلاقي حته في العالم انت ما خسرتش فيها مرتضى. فبالراحه. طيب،